اللاعب مصطفى زيكو اللي مامته طلعت مع ريهام سعيد اللي كانت بتوقع بين الواد وامه. يا ست انت ست محترمه وكويسه، وما واحد كاتب لي هي ام، وانا قلت لك هي مش ام. اروح اضربه اشتمه اهزقه في بيته، انا اقول اللي انا عايز، ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. احنا بنقول كده، بس ما احبش ان انا انشر كل حاجه على التلفزيون وانشر كل حاجه على الموبايل والسوشيال ميديا تتفرج على فضايحنا. اللي انا عاري ابن لاعب كبير وحاجه كويسه، ليه انا اصغره؟ ليه ده انا امسك انا زعلانه من ابني اروح هتشتمه واضربه؟ المذيعه تجرجرني لطريق تاني، دمعتك عندي غاليه. وواحد دخل النهارده على التيك توك بتاع مراته جاب فيديو قديم اللي هي بتقول له انت ليا لوحدي. انا ازعل لو الفيديو ده ظهر دلوقتي، ازعل كأم. ليه تقول انت هو ليك؟ لا انا ربيت وتعبت وسهرت، مش ليك لوحدك. انا مش كنت جايبهولك هديه جوزك لوحدك؟ انا ربيت، انا تعبت، يبقى هو انا لا انا دعوتي اللي هتدخله الجنه، دعوة الأم اللي هتدخله الجنة، دعوتي اللي خلته لعيب كبير، دعوتي اللي هتبقى حاجة ليه نافعة. دلوقتي الفضايح بقت للركب، البنت تشتكي ابوها على السوشيال ميديا، الام بتشتكي ابنها على السوشيال ميديا، بقينا فضايح وفضحتونا قدام البلاد كلها. ما تصغرناش اكتر من كده، بقينا بنعمل حركات عشان نعمل ترندات اللي احنا بننحضر له كل شويه ده.